اعترفي بمشاعرك، بلاش تقولي انا تمام وانا مش تمام. اعترفي انك موجوعة، انك زعلانة، انك حزينة. ده مش معناه ضعف، دي اول خطوة للراحة. لما تبدأي تنضفي قلبك من الزعل كل حاجة في حياتك هتتغير. هتنامي اهدى وهتضحكي اكتر وهتحسي ان في نور جواكي بيرجع تاني. اوقات كده نحس ان قلبنا تعبان مش من حد بعينه، بس من كتر اللي شيلناه جواه. زعل، خذلان، مواقف عدت بس سابت اثر جوه قلبي. بس عايزاكي تعرفي ان الحل مش انك تنسي، لا، الحل انك تنضفي قلبك وترجعي له النور والراحة تاني. تعالي النهاردة نبدأ سوا خطوة بخطوة ونشوف ازاي قلبك ممكن يرتاح فعلا. هقولك ازاي تنضفي قلبك من الزعل وتستعيدي هدوءك النفسي تاني بخطوات بسيطة وعملية. انا عارفة ان اوقات كتير قوي بنبقى تعبانين نفسيا ومش عارفين السبب. تحسي ان قلبنا مقبوض ومفيش طاقة ولا حتى نفسك تعملي اي حاجة في الدنيا. بس الحقيقة ان السبب مش براكي، لا، هو السبب جوه قلبك. في مشاعر متخزنة، زعل قديم، مواقف ما تكلمناش عنها قبل كده بس لسه جوه القلب عاملة دوشة وزحمة وكآبة. احنا محتاجين ان احنا نفهم الزعل اللي متخزن جوانا ده سببه ايه. الزعل اللي بنشيله جوه قلبنا وبقى زي التراب اللي بيتراكم على المراية. في الاول بيبقى التراب ده مش باين، بس كل يوم بيقلل النور اللي داخل جواكي. كل يوم تيجي تبصي في المراية تلاقي التراب اتراكم اكتر. تيجي تشوفي وشك ما تشوفوهوش من كتر التراب، تبقي عايزة تجيبي فوطة وتمسحي كل ده. ممكن تكوني اتضايقتي من حد وسكتي، او اتجرحتي وسكتي، قلتي خلاص موقف وعدى، بس هو معداش. المشاعر دي بتفضل موجودة لحد ما تنضفيها انت بنفسك. عايزين نعمل خطوات ننضف بيها القلب ده. طيب نعمل ايه وازاي ننضف قلبنا من الزعل؟ انا هقولك 3 خطوات بسيطة جدا، بس لو عملتيهم بصدق هتحسي بفرق كبير جدا. اعترفي بمشاعرك. اول حاجة اعترفي بمشاعرك، ايوه، بلاش تقولي انا تمام وانا كويسة. اعترفي انك موجوعة، اعترفي انك زعلانة. ده مش معناه ضعف على فكرة، دي اول خطوة للراحة اللي انت هترتاحيها. طلعي اللي جواكي من غير لوم. تاني حاجة انك تطلعي اللي جواكي من غير ما تقعدي تلومي نفسك وتلومي اللي قدامك. اعملي لك كوباية شاي سخنة كده واقعدي اكتبي كل اللي جواكي على ورقة من غير ما تفكري مين صح ومين غلط. بس المهم انك تطلعي الوجع ده بدل ما تسيبيه يعيش ويتراكم جواكي. من الافضل انك تطلعيه وتفرغيه على ورقة. تالت حاجة حاولي تسامحي عشان ترتاحي. التسامح مش معناه انك نسيتي او هو اتنسى او نرجع بقى تاني مع بعض ونتعامل. لا، التسامح معناه انك تختاري تبطلي تشيلي وجع جواكي. قولي لنفسك انا مسامحة. انا مسامحة علشان عايزة اعيش بسلام، مش علشان اللي قدامي يستاهل اني اسامحه، لا، علشان انا اللي استاهل اعيش حياة فيها راحة نفسية. صدقيني لما تبدأي تنضفي قلبك من الزعل اللي جواه كل حاجة في حياتك هتتغير. هتنامي اهدى وهتضحكي اكتر وهتحسي ان في نور جواكي بيرجع تاني. ابدأي النهاردة بخطوة بسيطة وافتكري دايما ان سلامك النفسي اهم من اي حاجة في الدنيا. مهما كانت الحياة فيها ايه، ومهما كان الحزن اللي جواكي ده وصلك لايه، ومهما كان اللي قدامك زعلك قد ايه، سلامك النفسي اهم من كل حاجة حواليكي. لو حسيتي انك خلاص مخنوقة ومش قادرة وحاسة انك عاوزة تعيطي، عيطي. قولي لنفسك اللي مزعلك، ما تكتميش دموعك جواكي. ما فيهاش مشكلة انك تعيطي وتفرغي الطاقة الحزينة اللي جواكي. انا مش ببالغ لما بقولك ان الضغط النفسي ده ممكن يطلع في العياط. على فكرة العياط ده بيقلل من الضغط النفسي اللي انتي بتبقي حاسة بيه. شوفي بتحبي ايه واعمليه، قومي اعمليه في الوقت اللي انتي حاسة فيه ان انتي حزينة. العبي رياضة، اتمشي شوية. يعني كل الحاجات دي بتفرغ المشاعر المكبوتة اللي جوانا. صلحي اللي جواكي. ما تنسيش كمان انك تطلبي العون من ربنا. يعني استعيني بربنا وادعي كتير، ادعي ان ربنا يهون عليكي اللي انت فيه. كل الحاجات دي بتفرق. يعني كل الخطوات اللي قلتلك عليها دي بتفرق جدا جدا في يومك وبتفرق في نفسيتك وبتفرق في مودك.
زي ما قلتلك، ورقة وقلم واكتبي كل اللي مضايقك وفرغي الطاقة السلبية اللي عندك. في النهاية اكتبي الحمد لله على كل الصعوبات اللي انتي شفتيها وهي اللي قوتك ووعيتك، واكتبي ان مهما حصل واي حاجة مريتي بيها هي هتمر، اي مر هيمر. فاتنفسي بعمق واعرفي ان كل حزن ليه نهاية، وكل مشكلة ليها حل، وكل حاجة انا اتحطيت فيها وحصلت لي هي بتوعيني وبتفوقني وبتديني دفعة للامام، بتعلمك من اخطائك انك ما تقعيش فيها تاني. اعملي حاجة بتحبيها، اعملي اكلة بتحبيها وروقي على نفسك يا ستي. حركي جسمك بشوية رياضة، او حتى رتبي غرفتك اللي انت قاعدة فيها. ما تقعديش كابتة ومخزنة المشاعر الحزينة جواكي تنامي وتقومي بيها. قومي اجري شوية في بيتك، اجري جوا غرفتك، اتحركي، اعملي شوية رياضة بسيطة جدا. اهتمي شوية بنفسك، اقفي قدام مرايتك وبصي كده على شكلك، شوفي كده الهالات السوداء اللي وصلت لها، شوفي كده وشك البهتان، اغسلي وشك، حطي مرطب، اهتمي بنفسك شوية، اشتري حاجة جديدة لو الميزانية معاكي تسمح، حبي نفسك وطبطبي عليها، محدش هيطبطب عليكي غيرك انتي اللي هتقدري تخرجي نفسك من الزعل اللي انتي دخلتي فيه. الزعل ده حاجة طبيعية على فكرة، بس لازم تكوني اقوى واوعى، وما تخليش الحياة يعني توقفك عليه. ما تقفيش عند الزعل، ما تخليش اي حاجة توقفك. ابعدي عن التليفون فترة طويلة، علشان كل ما تقعدي تسكرولي كده ممكن تجيلك حاجات شبه اللي جواكي، فتقعد بقى تزود عليكي المواجع، وتفتكري اللي حصل وتفتكري الحزن اللي انتي فيه وترجعي لحالة الاكتئاب تاني. الافضل انك تفصلي خالص عن الموبايل، انزلي اخرجي، اتمشي مع حد بتحبيه، مع اصدقاء، مع اهل، مع نفسك، مش شرط مع حد، مع نفسك. صفي ذهنك، اتأملي شوية، اقعدي قدام بحر، بصي من الشباك على السما وتأملي شوية، صفي ذهنك. لازم تاخدي وقت كده لنفسك تصفي فيه ذهنك. اشغلي نفسك في شغل البيت، في شغلك، في مذاكرة الاولاد، اشغلي نفسك في حرفة جديدة، في هواية بتحبيها، اي حاجة اشغلي مخك بيها. اتقبلي اللي حصل وبطلي سطحية بقى، علشان اللي حصلك ده بسبب ان انتي ما فرغتيش اللي حصلك، فكل اللي انتي فيه ده بسبب ان انتي كتمتي جواكي. ولعلمك عايزة اقولك حاجة، اللي وصلتي له دلوقتي ده هو نضج، اللي انتي فيه دلوقتي ده هو نضج من اللي حصلك، وتقبلك للحزن اللي انتي وصلتي له او اللي حصلك هيخليكي تتعلمي من اخطائك، وهيخليكي تقفي عند كل موقف وتفتكري اللي حصلك وما تعيديهوش، هيخليكي عارفة قيمة نفسك، ومش هتوصلي للمرحلة اللي انتي وصلت لها دلوقتي تاني. ليه؟ عشان مرحلة عدتي بيها واستفدتي منها. ابدأي من النهاردة بخطوة بسيطة، وافتكري دايما ان صحتي وسلامي النفسي اهم من اي حد، واهم من اي حاجة بعيشها. صدقيني لما تبدأي تنضفي قلبك من جوه، تنضفي الزعل اللي انت مريتي بيه، تنضفي الحاجات المتراكمة جواكي، هتحسي ان انت بقيتي اهدى. في حاجات بسيطة قدرتي تتغلبي عليها مع مرور الوقت، هتحسي ان في طاقة جواكي، هتحسي ان انت عندك نشاط انك تعملي اي حاجة، تحسي ان انت حبيتي الحياة، هتحسي ان انت متفائلة. اهم حاجة ابدأي من جوه. زي ما قلتلك، الورقة والقلم اصحاب، الورقة والقلم ايه؟ اصحاب. امسك الورقة وامسك القلم واكتب كل اللي واجعني وكل اللي انا حسيته من مشاعر حزينة واكتئاب من اللي قدامي، وانضف بقى، اقعد انضف في قلبي لغاية ما اخليه شمعة، بمعنى الكلمة شمعة بيضة. مش عشان اللي قدامي زي ما قلتلك ان هو يستاهل انك تسامحيه، لا، علشان انتي تستاهلي انك تنضفي قلبك، انتي تستاهلي انك تعيشي بسلام نفسي، انتي تستاهلي انك تعيشي في راحة، انتي تستاهلي انك تعيشي هادية، انك تعيشي رايقة، انتي تستاهلي كل ده. مش اللي قدامك هو اللي يستاهل، لا، هو اللي قدامك ما يستاهلكيش، بس انتي تستاهلي حاجات تانية حلوة. فركزي واهدي وامتني، دوري على الحاجة اللي تحسسك بالسعادة،
دوري على الحاجة اللي تفرغ الحزن من جواكي، دوري على الحاجة اللي تطلعك وتخرجك من مود الاكتئاب والحزن والزعل واعمليها. ما تقعديش تخشي في المود ده وترجعي تزعلي وتقولي انا كئيبة انا حزينة انا مش قادرة استوعب اللي حصل لي انا واقعد استعيد ذكريات الحزن. مش هتنفعك ولا هتفيدك باي حاجة. اسمعي مني، جيبي ورق وقلم وفرغي عليها كل الحاجات دي، وقفي قدام مرايتك شوية وبصي فيها، شوفي منظرك بقى عامل ازاي قبل وبعد. امسكي المصحف شوية، اقرأي شوية قرآن، اقعدي اسمعي صوت هادي، اسمعي قرآن من صوت شيخ مثلا بتحبيه، اعملي اي حاجة تخرجك من مود الحزن. انطلقي. عارفة يعني ايه انطلقي؟ اخرجي من الدايرة يعني والصندوق المقفول اللي انت عشتي فيه. ابدأي بسرعة النهاردة بخطوة بسيطة، وافتكري دايما ان سلامك النفسي اهم من اي حاجة. ولو الفيديو ده لمس قلبك ما تنسيش تشتركي في قناتي وتكتبي لي تجربتك وتقولي لي ايه الخطوات اللي هتبدأي بيها وايه الحاجة اللي مضايقاكي. هستنى تعليقاتكم عشان بحب اقراها كلها واتعلم من تجاربكم. اتمنى انك تتابعي قناتي عشان كل حلقة هنعيش فيها مع بعض لحظات هدوء وسكينة ونصايح بسيطة تخلي يومك اريح واجمل.